ألا تضع ذلك في الحسبان أنه حتى لو فزت في الانتخابات يشتعل ميدان التحرير من جديد وينزل الناس لإسقاط أحمد شفيق؟ القوات المسلحة في 5 دقايق ادت عينة أما تحب تطهر المنطقة بتعمل فيها إيه؟ لسبب ده في العباسية. أيوه. ليه بقى؟ ده في 5 دقايق. إذا أرادت القوات المسلحة بإيه؟ بتوجيه من الشعب. أما القوات المسلحة عملت كده كل الشعب كان بيسقف. هي عملت كده لأن الشعب عايز تعمل كده فعملت كده. واحنا هنقول له القوات المسلحة انزلي ميدان التحرير وتعاملي مع المحتجين. أكمل كلامي؟ بلاش، احنا بنقول للسلطات المسؤولة، رجل شرطة، رجل عسكري، رجل سين، رجل صاد، زي ما يكون. لكن حضرتك الإنجليز بيتعاملوا مع المتظاهرين المبالغين ازاي؟ الأمريكان بيتعاملوا مع المتظاهرين إذا خرجوا عن أصول التظاهر ازاي؟ ولا احنا من عجينة تانية؟ ده احنا بنتلمس الأسباب عشان نشوف الناس دي عايشة ازاي. بيعملوا ايه؟ مفيش حاجة اسمها كده. في حاجة اسمها التزام، في حاجة اسمها دولة. بس ما بيتعاملش بعنف مع المتظاهرين. يا خبر أبيض! ايه؟ الصور جت والتلفزيون جاب. ده بيحميه وبيشيله وبيحضنه. ماشي، ابقى راجع تاني، ابقى اجيب لك الصور. ومع ذلك هذا ليس بأمل، هذا ليس بمطلب. انا بس انا عايز افهم اللي بيطلق هذه التصريحات الناريه، بقول له انت مش قد هذه التصريحات الناريه. ميدان التحرير سيشتعل اذا ما فاز احمد اذا شفيق. اشتعل يطفأ الاشتعال، لان دي مرحله هيطفأ باي اسلوب؟ يطفأ بالقانون. اللي هيشعل ميدان التحرير يطفي هو والميدان بالقانون. قبل ما اقول لكم ردود الافعال المختلفه على تهديدات الفريق احمد شفيق، انه اذا اشتعل ميدان التحرير في حاله فوزي كيف سيتعامل معها.